أبدأ مع حضرتك يعني الناحية الدينية والحديث الشريف عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا. إيه الفوائد الصحية للصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانت طيب. طبعا شهر رمضان ده شهر كريم. ربنا سبحانه وتعالى إضافة إلى أنه طلب مننا أن احنا نصوم كنوع من أنواع العبادة والطاعة ربنا سبحانه وتعالى والشعور بالفقراء، ليه فوائد تانية على الجسم البشري. خليني أدي لحضرتك مثال صغير. لو واحد مربي أي حيوان أليف في البيت عنده أو في الغابة، أي حيوان بيصاب أي إصابة بيمتنع عن الطعام. العلماء اكتشفوا أن الامتناع عن الطعام بيحفز جهاز المناعة. فلو في عندي في جسمي أي خلية عندها الاستعداد انها تقلب والعياذ بالله لنوع سرطاني، بيجي جهاز المناعه بتاعي بيبدا ياكل هذه الخليه. فتجد ان هذا الحيوان بالفطره بيمتنع عن الطعام نهائيا عشان يقوي جهاز المناعه بتاعه ويقدر يتغلب على المرض. وانس ان هو خلاص خف من هذا المرض بيبدا يرجع ياكل الطبيعي بتاعه. فاول فايده للصيام بالنسبه للجسم هي تحفيز جهاز المناعه، اضافه طبعا يا استاذ حازم لان احنا بريح الجهاز الهضمي بتاعي، بديله فرصه ان هو ياخد اجازه 12 شهر عمال بياكل، بديله فرصه ان هو يرتاح. فليه فوائد كتير جدا في لجميع اعضاء الجسم. بس ده ينطبق على كل الناس يا دكتور إيهاب؟ يعني في بعض الناس بيتحملوا الصيام بصورة طبيعية وبيقدروا يكملوا يوم. حتى رمضان السنة دي يعني عدد ساعات الصيام طويلة جدا، تلتين اليوم، حوالي 16 ساعة صيام، وعدد ساعات الفطار 8 ساعات، قليل تقريبا يعني. في جو من الحرارة بعض الناس او معظم الناس يعني ان صح التعبير بيبقى التعب عادي، يعني اللي هو التعب الطبيعي بتاع قلة الاكل او الشرب. لكن برضو ناس ما هماش قليلين بيتعبوا جدا من الحكاية دي. يعني يتعاملوا ازاي مع المتغيرات دي، حر وصوم؟ وطبعا في نوعين من الناس، في ناس اللي هي صحتها عاديه وطبيعيه، ده شق، وفي مرضى. اي انسان او اي شخص بيتناول اي علاج لمرض مزمن، يعني معنى كلمه مزمن ان هو مستمر، زي اللي عنده الضغط، زي اللي عنده السكر، زي عنده مشكله في الكبد او في الكلى، لازم قبل بدايه صوم رمضان يراجع مع الطبيب المعالج بتاعه هل يجوز له الصيام ولا لا. نيجي بقى للشق الثاني اللي هي الناس الاصحاء اللي ما عندهاش مشكله، اللي هو الحر جامد عليها شويه. لو نتذكر تاريخيا هتلاقي جميع الغزوات الإسلامية كانت في رمضان. فتخيل بقى حضرتك شبه الجزيرة العربية بالحر بالتعب بعدم يعني اي وسائل ولا بالظبط ولا تكييف ولا حاجه، وبيحاربوا وبيغزوا وبيعملوا فتوحات. فالحته بتاعت ان انا اكون مريض ومحتاج ان انا يعني يكون لي رخصه افطار دي وارده، ولازم اراجع الدكتور بتاعي. ولكن ان لم اكن مريضا فبصراحه يعني بقى طبعا انت عارف الافطار في رمضان ده جزاؤه عامل ازاي. ونتذكر بقى ان هو مقصود بمشقه. ما هو لو الصيام مريح، لو صلاه الفجر حاجه سهله، ما كانش الشخص يعني بيتعبد خلاص، يعني ما بيعملش حاجه. فمعلش يعني نتحمل شويه، نبعد عن الشمس قدر الامكان، ونحاول نبعد عن الاغذيه اللي هي بتخليني اشعر بالعطش. وطبعا كل ما كانت المشقه اكتر كل ما كان الثواب اكبر أكيد باذن الله. طيب دكتور، احنا بنتكلم مع حضرتك النهارده في العادات الصحيه الغذائيه في رمضان. خلينا نجيب او عشان نوصل لها نجيب عكسها. ايه العادات الغذائيه الغير صحيه في رمضان؟ والحقيقه منتشره قوي، يعني اهمها ايه او اكثرها انتشارا؟ هو يعني اولا خلينا نتفق ان الاكل ده متعه، ودي متعه حلال، فاحنا ما نقدرش نقول الناس ما تاكلوش، وخصوصا بعد صيام فتره طويله. ولكن اضافه لذلك انا عندي برضو بعض العادات المكتسبه مع الزمن. للاسف هذه العادات كلها مش عادات اسلاميه. انا بقول ان دي عادات فاطميه من ايام الدوله الفاطميه. اول من دخل القمر الدين والمكسرات وحتى الفانوس بتاع رمضان كان في عصر الدوله الفاطميه، فليس له مرجوع دين. الحلويات كلها كان في العصر الفاطمي كانوا عايزين يخلوا الشعب يبقى مبسوط شويه. كانت القاهره من الحاجات اللي يعني نظيفه قوي او راقيه جدا، فكانوا بيعملوا هذه الحلويات. انما لو رجعنا بمرجوعنا بقى للسنه هنلاقي ان احنا بنسيب كل السنه النبويه، بنمسك في حاجه واحده بس، التمرات اللي على الفطار. النبي عليه الصلاه والسلام كان بياخد تمرات على الفطار، لان ما كانش فيه الا تمر، ما كانش فيه لا بسبوسه بعدها ولا كنافه ولا قطايف. وكان حضرتك عليه الصلاه والسلام بعد ما بيفطر بتمر ولبن كان بياخد استراحه يروح يصلي فيها المغرب، اللي احنا بنقوله للناس كلها، يصلي المغرب بعدين يرجع بعد كده ياكل اللي موجود. احنا بقى خدنا الحته دي بتاعت السبع تمرات لازم،
وبعدين بعديها بنروح، ما بنروحش نصلي ولا حاجه، بنبدا ناخد بقى ايه الحلويات والمحمرات والمشمرات والحاجات بتاعت رمضان. يجي لنا تخمه، نيجي عند ساعات صلاه التراويح ما بنصليش، ممكن العشاء نفوته، ونقعد نشرب طول الليل على يعني، وده اعتقاد خاطئ ان انا بخزن ميه، وانا مش خزان ميه، ولازم الناس تفهم كده كويس. فباجي تاني يوم بلاقي نفسي تعبان. فهنا الغرض من الصيام اديني ما بقاش موجود 100%، لان المفروض ما يكونش فيه تبذير، والحاجات بتاعت رمضان زي ما حضرتك عارف يا استاذ حازم كلها غاليه، يعني مفيش حاجه رخيصه فيهم. وما بقاش فيه حتى العبادات اللي المطلوبه، وما بقاش فيها الفايده بتاعه الجسم. فهنا كده انا بس يعني ما بينومنيش من الصيام الا ان انا بتعب يعني نفسي. الحقيقه مش ماشيين على الكتالوج. لو مشينا على الكتالوج الالهي والكتالوج النبوي، الامور هنلاقي الجسم. يعني الواحد لما بيجيب عربيه الحقيقه على طول يروح التوكيل يقول انتوا هحط لها زيت ايه وعلى كام اغير مش عارف ايه، مش كده، مش ده بيحصل. فما بالنا بجسمنا، يعني مش عارف ليه ما بنروحش للتوكيل ونشوف اللي خلقه وعامله ازاي. هو يعني تكمله لكلام حضرتك، لو انا افترضت ان انا كرجل محتاج 3500 سعر حراري في اليوم، ولو قلت لحضرتك ان حته البسبوسه وحته الرقاق فيهم 4000 سعر حراري في اليوم، فانا كده اعتبر يعني خارج طبعا 4000 سعر حراري ضيعت لي الدنيا. المقليات يا استاذ حازم، يعني انا لما باجي اخد ورك فرخه مسلوقه واشوف الكالوريز فيها قد ايه، الاقيها 200 كالوري او 250. بمجرد ما بتبدا تخش في الزيت تطلع من الناحيه الثانيه بقت 2000 على طول. يعني تخيل الزيوت دي والحاجات المصنعه اللي احنا عاملينها قد ايه بتزود السعرات الحراريه. ما بنقولش الناس ما تاكلوش، عشان رمضان دايما يعني شهر الخناقات بيننا وبين زبايننا، بس حاول نقنن قدر الامكان ان الموضوع يبقى حاجه بسيطه. يعني المقلي ده شغلانه فظيع. اكتر حاجه بتزود الوزن وخصوصا في شهر رمضان هي المقليات والزيوت بجميع انواعها، اللي هي ما بتظهرش يعني فعلا ربع الفرخه سواء ورك يعني او صدر الفرخه من 200 كالوري ل 2000 كالوري لو اتقلى، مجرد يتقلي، مجرد يخش طبعا ده ينطبق على الفراخ البانيه كل حاجه بقى يعني حضرتك. وهتلاقي يا استاذ حازم برضو ان كل الحاجات اللي طعمها حلو هي اللي بتبقى فيها كالوريز عاليه، وعشان كده هي بتبقى مغريه، وعشان كده اول حاجه بتجه ليها. يعني قليلين جدا اللي تلاقيه في رمضان يبدا فطاره مثلا بطبق سلطه او شرب، لا بتلاقيه دخل على طول على صينيه الرقاق صينيه المكرونه بالبشاميل، المحشي ورق العنب، الحاجات الدسمه. طيب حضرتك يمكن قلت لنا على مساله التمر، هل ينطبق نفس الكلام على الفاكهه؟ يعني ناس كتير بيستبدلوا الفاكهه بحلويات، والحلويات الشرقي هو طبعا منتشره جدا سواء اللي بتتعمل في البيت او اي حد عزومات. العاده او الطبيعي ان بياخد معاه طبق حلويات شرقي للناس اللي رايح لها. الحكايه دي ايه مدى خطورتها؟ الاستبدال سواء التمر او الفاكهه الطبيعيه، وعايز حضرتك هنا تقول لي انواع الفاكهه اللي ممكن نستبدلها بالتمر وتكون برضو من الناحيه الغذائيه سليمه، بحلويات بقى اي مكان. شوف، هو دايما الحاجات اللي فيها هاي كالوريز سعراتها الحراريه عاليه بتحسن المود. عشان كده طلعت يعني الالفاظ بتاعتنا بقى المصريين اللي هي ايه، حليلك بقك، حلاوتي فين، نجحت في الامتحان، طب اجيب لك حاجه حلوه. أيوة. فدايما الحاجه الحلوه بتحسن المود بتاع الشخص وبتخليه يشعر بالسعاده. ده ما بينطبقش على الفاكهه، لان الفاكهه للاسف فيما عدا المانجا والحاجات اللي فيها سكر عالي شويه ما بتديش هذا الشعور. يعني عمري ما شفت حد سعيد وهو بياكل كمثريه او تفاحيه، بالعكس بيبقى يعني بيحس ان هو مريض شويه. فللاسف الشديد احنا بنبدا ناخد الحلويات ديت كنوع من انواع للشعور بالبهجه. وهي انا في تصوري الشخصي ان في خلال كام سنه هتبدا يعني نبدا ندرك ان فيها نوع من انواع الادمان والتعود لانها بتزود ماده اسمها الاندورفينز، بتحسن المود بتاعي. فلما يتحسن المود بتاعي تلاقيني عايز اكل منها اكتر. طبعا كل الحلويات المصنعه مش من الحاجات الكويسه لانها كلها معموله من السكر، واحنا عارفين ان من السموم البيضاء هي السكر، فنفضل قدر الامكان الابتعاد عنها. ودي بقى بتيجي وظيفه رب البيت او سيده المنزل اللي هي المسؤوله. هو الولاد الصغيرين لما بيبداوا ياكلوا مش هم اللي جابوا الكنافه ولا القطيف، يعني حد جابها لهم، هم مش شايفين حاجه حلوه قدامهم فبيدوسوا بقى فيها براحتهم. وطبعا مع الفرجه على المسلسلات واحنا قاعدين والصينيه جوه فما يصحش تستنى. أيوة. فبتكون كارثه كبيره قوي اكل الحلويات بكميه كبيره. طيب الحاجه الغريبه اللي يعني محتاجه ربما تفسير علمي من حضرتك متخصص في موضوع التغذيه وعلاج السمنه، ان الصيام يفترض ان ساعات طويله من الامتناع عن الاكل والشرب، ده علميا يعني من واقع معلوماتنا البسيطه بيحرك طبقات الدهن تحت الجلد. فرصه ان يعني مع السوائل بعد السوائل الصحيه بعد الفطار
ان يبقى في عمليه اخراج كبيره للدهون دي، ويعني انخفاض في الوزن، او يعني يبقى في كده نوع من انواع الرجيم. لكن ده ما بيحصلش، بيحصل عاده زياده في الوزن في رمضان. ايه تفسيره؟ شوف يا استاذ حازم، اي حد عايز ينزل في الوزن لازم يكون عنده العزيمه. فلو افترضنا ان حد من الساده المشاهدين عنده العزيمه وخد القرار ان هو يبدا ينزل وزنه في رمضان، مطلوب منه حاجات في منتهى البساطه والوضوح. نمره واحد، حاجه رمضان ما تجيش البيت خالص الا اول يوم، وخلاص احنا عدينا اول كام يوم في رمضان. نمره اتنين، يتجنب العزايم قدر الامكان. لو عرف يعمل هذا الموضوع مع صيامه لمده 12 او 13 ساعه في اليوم، 16 ساعه يعني 16 ساعه في اليوم، منهم 6-7 ساعات نايم يعني، هيبقى الموضوع بالنسبه له سهل، لان الفتره بتاعه الفطار قصيره. وبرده احنا السنه دي الحر اكتر، فاحنا دايما بيكون عندنا الرغبه في الشرب اكتر من الرغبه في صح، مفيش جوع قوي. فلو حد حب ياخد قراره بيبقى طبعا قرار ممتاز. لكن للاسف معظم اللي بياخدوا قرار في رمضان لانهم يخسوا بتبقى واحده هتتجوز على العيد او واحد هيتجوز على العيد. انما فيما دون ذلك معظم الناس بتاخد يعني فتره يعني اكل شويه في رمضان يعني. طيب، يبقى دي يفترض ان في فرصه في رمضان من ناحيتين: فرصه لاوكازيون الحسنات، وفرصه تانية لانقاص الوزن. اوكازيون الحسنات ده ربما لو معانا عالم في الدين هيقول لنا نعمل ايه، لكن بما اننا معانا استاذ في التغذيه والرجيم، حضرتك بتقول اللي عنده عزيمه او عايز يقدر يعمل ايه؟ طيب، هنبدا من الاول خالص. بس يعني الاكل بيبدا بالشراء. سيدنا عمر بن الخطاب قابل واحد راجل لقاه شاري كيلو لحمه وماشي بيه، فبيقول له ايه ده؟ فقال له ده لحمه انا كان نفسي فيها. فقال له مقوله جميله قوي، قال له اشتهيت فاشتريت. فاول خطوه واول نصيحه لكل ست بيت: ما تنزليش سوبر ماركت، ما تنزليش تشتري وانت جعانه، يعني ما تنزليش وانت صايمه، انزلي بعد الفطار. دي اهم حاجه، لان انا لما بنزل وانا شبعان ما بحسش بالنهم اللي يخليني اشتري حاجات كتير، وطالما انا اشتريت دخل البيت، وطالما دخل البيت مش هيخرج. طبعا لا يخلص، لازم يخلص. فاول خطوه خالص ان ست البيت المسؤوله عن الشراء ما تنزليش تشتري حاجه في رمضان وانت صايمه، لازم تكوني شبعانه عشان ما تشتهيش حاجه وتشتريها وانت مش محتاجاها. نمره 2، طريقه الطبخ. طريقه الطبخ لو احنا استخدمنا سواء السلق او الشوي او على البخار، افضل 100 مليون مره من القلي. مش افضل للسمان بس، افضل لاولادي، لان دي برضو مسؤوليه طبعا. ان انا اعلم ولادي ياكلوا ازاي في رمضان. يبقى هبعد خالص عن تكوين خلايا دهنيه في بالظبط، وعادات على مدى السنوات. فهنا الطريقه بتاعه الطبخ في المطبخ نفسه ان انا ابدا اقلل الزيوت بتاعتي قدر الامكان، ابدا ان انا اتجه ناحيه السلق، ناحيه الشوي، ناحيه البخار لو انا حابه في الاكل. ثالث حاجه نعمل عاده ان احنا نبدا، يعني سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ما عندناش مشاكل ناخد التمرات وناخد اللبن. السنه الثانيه اللي وراها على طول هي الراحه. ادي نفسك راحه لمده ربع ساعه نص ساعه، صلي المغرب وبعدين ارجع كمل الاكل اللي انت عايزه. ونبدا بالترتيب بالسلطه الخضراء الاول، يفضل هذا الامر. سيد الطعام ان وجد لحمه فراخ او سمك، ويليهم بعد كده الحاجه. بالنسبه للحلو لا يفضل ان هو يتاخد على طول في ديل الفطار مباشره، لا، بدي نفسي بوز برضو استنى شويه. ويفضل برضو قدر الامكان لو انا رايح ازور حد، بدل ما اخد له معايا صينيه الحلويات اللي سميت بحلويات رمضان، احاول ان انا اخد له حاجه تانية، فاكهه او خضار. هي برضو نوع من انواع المجامله، ولكن هتبقى مجامله بطريقه صحيه ولطيفه للبيت كله. طيب، البعض بيفتح الفطار بتاعه بان هو يشرب كميه كبيره من الميه الساقعه. هل ده له اثار سلبيه؟ تمام. هو طبعا هو الاظرف منه يا استاذ حازم اللي هو ساعه السحور ما بينزلش الازازه من على بقه لحد ما يعني المدفع يضرب، وساعات يقول ايه خلينا الله اكبر، وساعات ناس بتاخرها لاشهد ان لا اله الا الله. يا جماعه صدقوني الميه اللي حضرتك بتشربها دي ما بتقعدش في معده حضرتك او حضرتك اكتر من نص ساعه وخلاص. انا مش جمل بختزن هذه الميه. عشان كده تلاقي الناس الصبح اول ما تصحى بتخش الحمام كتير لان الميه دي كلها بتروح. بس هو احساس نفسي ان انا داخل على عطش بيخليني اشرب كتير. عشان اتغلب على الموضوع ده اولا احاول ابعد عن المخللات اللي بتظهر وتتالق في شهر رمضان. احاول ابعد عن الحلويات لانها بتعطش، الحاجه الساقعه بتعطش، الحاجات دي لو بعدت عنها مش هشعر بالعطش. شرب الميه ساعه الفطار بكميات كبيره في مشكله. الميه الساقعه عامه المفروض انها بتخس لانها بتقلل درجه حراره المعده، وبالتالي هنا انا بحرق سعرات عشان ازودها. لكن لما بشرب كتير
بخفف العصاره بتاعه المعده، فلما اجي بعد كده اكل بقى المحمر والمشمر والحاجات دي وراها بيحصل شويه تلبك معوي، فيبدا قولوني يتعب، فابدا اقعد الفتره ما بين الفطار لحد السحور في مشكله بطني ومش قادر اتنفس ومش قادر اتحرك. فهنا الميه يشرب شويه الاول بس يروي عطشه، لان احنا في جو حر، ياكل حاجه خفيفه وبعدين يكمل، بلاش يشرب كتير في الاول على طول. الحقيقه احنا اتشرفنا بحضرتك النهارده يا دكتور ايهاب، ويعني عرفنا شويه معلومات اعتقد مفيده، بس الاهم من ان احنا نعرفها ان احنا ننفذها. احنا كل سنه بنقول نفس الكلام والناس بتزعل مننا، بس ان شاء الله نتعشم السنه دي الوعي يكون احسن شويه والناس تبدا تلتزم. شكرا جزيلا دكتور ايهاب ابو يزيد، استشاري التغذيه وعلاج السمنه في كليه طب جامعه القاهره، شرفتنا. ميرسي ليك يا حازم، كل سنه وانت طيب.